زلازل سياسية وكوارث طبيعية. ليلى عبد اللطيف بتفجر مفاجآت 2026. مع قرب 2026 ودخول العام الجديد، بعض من الناس بيهتموا بالطالع من باب الفضول أو من باب السخرية، وكذب المنجمون ولو صدقوا، بس امسكوا أعصابكم. ليلى عبد اللطيف رجعت من تاني، والمرة دي طريقة كلامها عن 2026 مش مجرد توقعات، دي تحذيرات بتخوف كالعادة. بتقولنا إننا داخلين على سنة هتغير شكل الخريطة اللي نعرفها. ليلى شايفة إن الطبيعة هتثور بإعصار هائل هيضرب السواحل بين أوروبا وأمريكا، وتركيا هتشوف انهيارات جليدية تغرق مدن كاملة، وبتقول بالنص دي هتكون أخطر كارثة طبيعية في تاريخ البشرية، ربنا يستر. أما في السياسة فكانت توقعاتها للنص الأول من 2026 إن هيكون في محاولة تصفية لحاكم عربي هتهز الرأي العام، وشخصية عسكرية تانية في المرمى. مش بس كده، دي بتقول في شخصية دبلوماسية تقيلة هيتم خطفها ومصيرها هيفضل مجهول لفترة. وما سيبتش أمريكا، قالت إن ترامب مش هيسكت، وهنشوف القوات الأمريكية بترجع أفغانستان تاني بقرار منه. أما الاقتصاد الأمريكي فداخل على إفلاس، وبنوك كبيرة هتقفل أبوابها. وفي اليمن طيارات إسرائيلية هترمي منشورات فوق صنعاء فيها مفاجأة هتصدم الكل. ليلى كمان حذرت من أحداث مأساوية في مانهاتن بنيويورك ووقوع ضحايا كتير، والأغرب بقى اكتشاف شبكة تجسس عالمية جنسيات أفرادها هتصدم العالم لأنهم كانوا بيسمعوا دبة النملة عند كبار المسؤولين والمشاهير. حروب مش بتخلص وأزمات مياه وغذاء وشتاء قاسي جداً. ليلى عبد اللطيف دايماً بتثير الجدل، وكالعادة لازم تبقوا عارفين إن كذب المنجمون ولو صدفوا. فهل تفتكروا توقعاتها المرة دي ممكن تصيب ولا مجرد كلام ترندات؟